تقرؤون خريطة الواقع الثقافي في إطار وفي ضوء التطور السياسي. خلاص كلنا بقينا ناكل ونشرب لما ملينا يعني سياسة للأسف الشديد. الثقافة يعني زي ما قلت هي تراكمية. تراكمية. لكن نحن نحتاج لكثير، وليس بالمعنى السلبي، هو التراكمية عشان بيحصل خلط في الأمور. المخزون الثقافي من الخبرات والهويات نعم الثقافية. يعني احنا مثلا نذكر مثلا ال مرحلة مثلا ما بعد 52 العقاد وطه حسين وهذا الجيل الرائع الكبير جدا أتى من تراكم ما قبل 52. هذه التراكمات الثقافية في وجود أولئك العظماء وأبولو وغير أبولو وشوقي وحافظ، كان لازم هذه الأجيال كلها تخرج. فإحنا معلش هو الإبداع والتعليم والعلماء كل هؤلاء يعني احنا محتاجين. والعلم احنا دايما بنقول العلم نور. محتاجين فعلا محتاجين فعلا مثلا يعني ننير ونستنير ونستزيد ويتم التغيير للأفضل. مش قادرة أختم لقائي معاكم إلا ما نسمع برضو أشعار ممن لديكم. قصة شاعرة بقى. طيب اللي تحبوه. قبل القصه احنا الشاعره مش في بيروقراطيه، حريه الاختيار. لا ما هو الدكتور خالد ان شاء الله يقول بس قصه شاعره. نعم. ولكن بس اود انوه ان مؤتمرات القصه الشاعره المتاليه يمكن البعض بيقول ان احنا بناخد غطاء اكاديمي. غطاء اكاديمي بمعنى او بناخد شرعيه هذه النصوص او هذا الفن الكتابي من الاساتذه الاكاديميين. كان قدرا ان كان المؤتمر الثاني كان بيترأسه الدكتور شريف الجيار. الثالث كان بيترأسه الدكتور حسام عقل. المؤتمر الرابع الحالي بيترأسه الدكتور مدحت الجيار. لا الثاني كان الدكتور شريف الجيار. بعديه الدكتور حسام عقل. هذا العام الدكتور نادر عبد الخالق. فيعني ايه بصوا للثلاث مؤتمرات كده قال لك ليه غطاء؟ لا احنا بنسترشد بالعلماء. نعم. وهؤلاء هو ليس عيبا ان احنا نستنير ونسترشد زي ما اشار الاستاذ محمد بعلمائنا واساتذتنا الافاضل، وبنمشي بنسير على دربهم، ولكن الابداع اولا مع الابداع والتذوق والاضافات الجديده اللي تفيدنا وتفيد غيرنا. الوقت داهمنا للاسف الشديد، وطبعا ان شاء الله يعني نسعد ان احنا نلتقي بكم في لقاءات اخرى. بتوجه بكل التقدير والشكر للدكتور خالد البوهي. شكرا لكم، مساء الخير. وكذلك بشكر الاستاذ محمد الشحات محمد. شكرا لكم، مساء الخير. مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد، احنا لسه هنطلع فاصل قصير وهنرجع وفقره في اطار برضو الشعر